انا عايز اكون ناجح، انا عايز اعرف اكتر، انا اوفر وقت، انا هوصل، انا يكون معايا كذا، انا هركب العربيه دي، انا هتجوز دي، انا. هو انت فعلا فهمت الحياه صح؟ انا محمود. لو عايز تعرف ليه احنا بقينا عبيد للحياه، كمل الفيديو للاخر. نفضل نفكر كتير قوي في كل حاجه وكل احتمال وكل طريقه، ازاي ننجح، ازاي يكون معايا فلوس، ازاي اكون مرتاح ماديا، ازاي اكون متجوز اللي بحبها، ازاي كل يوم تفكير. كل يوم انت عايز، بس هل انت فعلا فكرت صح؟ هل فعلا عرفت هو انت ماشي في الطريق الصح، ولا بقيت عبد للحياه، او عبد للشغل، او عبد للفلوس؟ الحياه وهم، واحنا اللي عملناه. عايزك تسال نفسك سؤال دلوقتي: ايه الحاجه اللي كنت هتموت تشتريها ولما جبتها فرحت يوم او شهر، وبعد كده ممكن تفتكرها اصلا انها معاك؟ انت مهما حاولت توصل هتلاقي ان كل حاجه بقت عاديه وان مفيش اي حاجه مهمه، وده شيء طبيعي، لان خلاص احساس الاحتياج بيها اختفى. فانت دلوقتي بتعمل ايه؟ عايش ليه في وهم الاحتياجات؟ لازم اجيب التليفون الاحدث، لازم اجيب الطعم الغالي، لازم حرفيا مش كل وقت لازم، وان ده مجرد وهم انت اللي صنعته عشان بس تحس بمعنى الحياه. لكن انت بص عليهم دلوقتي، نشوة الشراء الحاجه دي او فرحتها موجوده؟ لا، السعي المميت. هبتدي الفقرة دي بآية جميلة جدا وليها معنى عميق جدا هيلمسك قوي: ومن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا. كلنا عارفين إننا هنا للعبادة والأعمال، لكن العبادة هي رقم واحد. فإنك تختصر حياتك، تموت نفسك سعي عشان منصب، عشان مال، هو أنت حرفيا نسيت الشيء الأصلي اللي خلانا ليه، وذكر الله. والناس فاكرة إن المعيشة الضنكا هي فقر، لا، هي عدم راحة أو عدم شبع أصلا، وإنك خلاص سبت ذكر الله، سبت المصدر الأهم للرزق. روح بقى اتعب، اشقى، خلي نفسك تساعدك على ازمات العصر او على عقبات الطريق، على ضغط الناس. انت بس مش مجرد سبت صلاة، سبت الاهم اللي هينجيك فعلا، القادر ان يخلصك من السعي المميت ده. هتسمع 1000 فيديو عن اشتغل 16 ساعة، اتعلم انجليزي، الماني، اتعلم برمجة، لكن مش تسمع عن تعلم قرآن، اقرأ قرآن، صلي. مش تسمع عبادة، لاننا في وهم، في سعي مميت على حياة كلنا مش هندوم فيها. يعني اسألك سؤال: معاك بيت مأجره لمدة شهر، هل هتزينه؟ هل هتوفر له كل حاجة؟ اكيد لا، انت بس هتوفره اللي انت محتاجه بس لغايه ما تشتري بيت تمليك. فانت برضو هتعيش كام سنه انت عمال تموت نفسك على حياه من غير وعي؟ فكر فيها شويه، طريق مع ربنا. يعني عايز توصل ليه؟ اننا نعيش كده على الله حكايتنا كده من غير ما نسعى ونفضل فشله؟ اسمعني كويس، السعي ده اصلا حاجه كويسه وربنا امر بيه، لكن انك تموت نفسك على الفلوس، على المنصب، وانك معاك ربنا وناسي هو اللي بيعلي هو اللي بينزل. يعني وقت الصلاه راح منك عشان شغل ملوش اي لازمه، ساعه ممكن توفرها تقرا فيها قران وسبتها وتعلمت حاجه تانية ملهاش لازمه، زوجه او زوج بتحبيه وبتحبها مش بتصلي انت مؤمنه، ملهاش اي لازمه. خلاص الكلام كله انك تسعى، اه، لكن تعرف ان اهم السعي هو السعي مع الله، وان افضل الاعمال هي الاعمال مع ربنا. رقم واحد هو ربنا مش الحياه. بعد كده اسعى، حط في بالك حاجه واحده بس: انت عايش في بيت ايجار، ويوم من الايام هتسيبه وتمشي، مش هتدوم فيها. في نهايه الفيديو احب افكرك تشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، واكتب لي كومنت كويس، والسلام.